كلنا عارفين بقى ان السفندي عندنا بنستخدمه كمان في الحلويات وفي الكيك، بس النهارده بقى هنستخدمه النهارده في حشوة البطاية الجميلة اللي معانا النهارده. بجيب 3 حبات من السفندي واغسلهم كويس جدا معايا، وبعد كده بحط القشر عندي في الكبة افرمه كويس جدا معايا ما شاء الله. بروح حاطه شويه عندي من الكميه السفندي معايا على كوبايه من الرز مغسوله ومتصفيه كويس جدا، وبروح كمان مقطعه عندي بصلايه كده صغيره ما شاء الله. ادي شايفين حضراتكم الخطوه دي مهمه جدا اللهم بارك. هنا بقى بنزل عندي بالبهارات، شويه كده من الملح والكمون والفلفل الاسمر، وكمان معلقه صغيره من السمنه ومرقه دجاج. بخلط المكونات كلها مع بعض كده ما شاء الله. شايفين لون الرز جميل جدا وطعمه يا جماعه روعه ما شاء الله. بجيب بقى نص كميه قشر السفندي اللي انا فرمته معايا، بحط بقى عندي هنا قشر السفندي كده بين اللحم، بيديها تطعيمة مميزة جدا يا جماعة. شايفينه كمان انا حطيت عندي في الجناب عند الورك كده اللهم بارك، بيخلي طعم البط مسكر وجميل جدا اللهم بارك. على فكرة يا جماعة البطاية مغسولة كويس جدا بالدقيق والملح وكمان الخل والليمون، يعني حاجة كده ما شاء الله. بس احنا طبعا حطينا قشر السفندي علشان يعلي التست جدا معايا. بحشي بقى الرز عندي كده في البطايه ما شاء الله، بس انا بحشي 3/4 بس يا جماعه، بسيب الربع البطايه كده من جوه فاضي جدا، وبحشي الجناب تحت الورك كده ما شاء الله، وكمان الزور عندي. هنا بقى الخطوه اللي بعد كده بروح جايبه عندي معلقه وقافله البطايه زي ما حضراتكم كده شايفين، وبالسكينه من الجنب بديها كمان هنا من الجنب كده بالسكينه، والجنب التاني كمان معايا بالسكينه ما شاء الله. هنا بقى الخطوة دي تمام جدا. بعد كده بقى بجهز عندي المية المغلية علشان نعمل أحلى شوربة معانا. 5 فصوص من الحبهان، ورقتين من ورق اللوري، وكمان حباية طماطم اسمها نصين، وبصلتين كاملين زي ما هما ما شاء الله. بنزل عندي بقى بشوية كمون على فلفل أسمر على بهارات، وشوية كده من الكركم ومرقة الدجاج اللهم بارك. هنا بقى في مرحلة الغليان بنزل عندي بالملح، معلقة كبيرة من الملح ما شاء الله، واروح بقى ايه نازله بالبطايه على بطنها اللهم بارك، واسيبها بقى ايه تغلي معايا وتستوي ما شاء الله. شايفين الشوربه والدهون بتاعتها ما خدتش اي وقت خالص، وبعد ما استوت حطيتها عندي على صينيه ورشه من الفلفل الاسمر وكمان شويه من الشوربه عليها. وادي بقى حمرنا احلى بطايه معانا، وكمان قدمناها مع احلى كوبايتين من الشوربه خطيره جدا، واللحمه بتاعت البط مستويه ما شاء الله، وكمان الرز مفلفل جدا معايا وريحته روعه ما شاء الله. فعلا يستاهل ان انتوا تجربوه اللهم بارك. اتمنى حضراتكم تجربوه. مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.